فيا حبيبي مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب، شئت أم أبيت هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل، وقل له كما تراني أراك مهما كان مستواك. حياتك الشخصية خط أحمر، إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك، الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين، فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس. الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون. ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك. لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق. سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي بالله عليك إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهالينا اتقوا الله فينا، ولا تقولوا عنا ما ليس فينا. اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. وفي النهاية أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس. اللهم من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا، لا صدفة ولا حلما ولا واقعا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيون حبايب قلبي الغاليين المشتركين واللي لسه مش مشتركين. يا رب كده دايما في خير وفي أحسن حال، اللهم أمين. النهارده جايلكم في فيديو جديد هيعجبكم النور رضاكم ان شاء الله. بس يلا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله ونبدا بذكر الله، والا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انتم شايفين كده حبايبي رجعت لكم من تاني بعد طول غياب. عارفه ان انا قصرت معاكم، وعارفه ان انا طولت عليكم جدا، ما عادش بنزل معاكم فيديوهات، بس كان غصب عني، كان عندي كميه من التعب. ربنا يشفي ويعافي كل مريض يا رب، اللهم امين. ويبعد عننا اللي باصين في حياتنا وحاطين عينيهم في حياتنا ومصممين ان هم يعني يتدخلوا في كل حاجة فينا. ربنا يهدي الجميع يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان، ويبعد عننا ولاد الحرام ان شاء الله. انا وانتم يا رب. النهارده بقى حبايبي اتشجعت بيكم كده وقلت هنعمل معاكم روتين حلو، وهنعمل اكله حلوه لاولادي طالبينها مني. النهارده طبعا كان يوم الخميس، وانا الحمد لله ولله الحمد، ربنا يرزقكم وايانا اللهم امين بصيام يوم الخميس ويوم الاثنين. طبعا اليوم ده كان يوم الخميس يا حبايبي، فانا صحيت بدري كده قلت هنشجع نفسي ونصور مع حبايبي واخواتي اللي وحشوني، واكيد انا وحشتهم. وطبعا عشان خاطر تثبتوا لي ان انا وحشتكم، يا ريت كده تشوفوا الفيديو للاخر، وكمان تحطي لي لايكات جميله منكم وكومنتات جميله اجمل من اي حاجه. طبعا الكومنتات بتاعتكم بتشجعني وبتخليني في مود تاني خالص، بتحسسني ان انا فعلا بنعمل معاكم حاجه حلوه ومفيده. عشان خاطر نستمر معاكم ان شاء الله في الجديد. طبعا حبايبي قلت هنعمل اكله حلوه ان شاء الله كده نتعشى بيها، خصوصا ان ابو سمح مش موجود اليومين دول، وهو طبعا يعني ما بنحبش نعمل الاكلات اللي هي ما بتبقاش على هوا قد كده، لان طبعا بيشتغلوا كده، فما بيجي اخر النهار عايز اكله من اللي هي الاكله اللي ترم العظم دي. تمام. فاولادي كانوا عايزين من البيتزا، فانا هنعمل معاهم البيتزا النهارده، وهنعمل كمان ترتيب الشجره كده على الماشي، وهتعجبكم ان شاء الله. فخليكم معايا ان شاء الله، الفيديو هيعجبكم من رضاكم، وخصوصا ان هو كان بيقول لي ان هو هيجي، بس للاسف حصل عنده برضو شويه ظروف كده في الشغل، طول شويه.
يعني قاعد يوم كمان او يوم يعني مش عارفه صراحه. هو انا مسجل لكم دلوقتي، هو لسه مش جه يعني من شغله وكده، فان شاء الله يجي على خير، ونعمل برضو اكله حلوه بأمر الله تعالى ونصور لكم فيها. لكن النهارده انا قلت هنعمل بيتزا وهننضف الشقه كده ونرجع مع اخواتي واصحابي ومتابعيني الغاليين اللي بيحبوني ويشجعوني. طبعا حبايب قلبي، انا النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده ابتديت لميت كل الفرش اللي على الارض والفرش اللي على الركنه طبعا يعني عايزه تنغسل، لكن انا قلت بقى نمشي الامور النهارده يعني بتنظيفه على الماشي كده. لكن ان شاء الله التنظيفه الجايه بامر الله تعالى هتكون ان انا هنشيل فرش الركنه كله وهنغسله. انا دلوقتي بقالي حوالي زي شهر كده عامله العمليه، والحمد لله ابتديت ان انا اتحسن. ما كنتش بنعمل اي حاجه في البيت، حاجات خفيفه كده على الماشي. فطبعا الركنه علشان تتشال لازم تتشال كده وترجعي تاني تخيطيها وترتبيها. طبعا الولاد حتى لو انا قلت مثلا لبنتي هتعمل وكل حاجه، لكن هتبقى برضو مش زي ما انا عايزه، او مش زي ما انا حابه نعمل ايه. وبرضو الدروس والمدارس دلوقتي شغلاهم، فمش عايزه نشغلهم اكتر ما هم مشغولين. ان شاء الله هنفكها ونغسلها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، الركنه بتبقى نظيفه وكل حاجه، لكن الولاد طبعا وهم قاعدين على الركنه كده ساعات مثلا ياكلوا حاجات مقبلات، ياكلوا مثلا شيبسي، ياكلوا حاجات من دي، لب، كلام من ده كله. فبتبص تلاقي تحت الركنه كده في ايه، ممكن يكون وقع تحت الركن حاجات كده، فلازم طبعا تشيليها وتنفضيها، نفضي تحتها كويس وترصيها تاني بحيث ان برضو ما تعملش او تكون تراب تحتها. انا عارفه الاضاءه مش مظبوطه بس غصب عني، مش عارفه الاضاءه يعني، مع اني انا فاتحه الشبابيك وجايده النور برضو في الشقه، لكن مش عارفه هو الاضاءه من التليفون ولا من ايه. عامة ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو هيعجبكم بامر الله تعالى. وبحبكم في الله يا اغلى اخوات. وبجد شكرا جدا على الناس اللي استمرت معايا في القناة، ما شاركتش الاشتراك ودعت لي دعوة حلوة. وطبعا شكرا برضو للناس اللي هم على طول حاطيننا في دماغهم واحنا فرسينهم. يا رب دايما كده على طول فرسينهم، وهم ما يشغلناش ان شاء الله، كلامهم ما يشغلناش، وكلامهم مش فينا الحمد لله، وربنا هو الاعلم. فطبعا يا حبايب قلبي، احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده خلصنا الركنه اهو، نفضناها ورتبناها ترتيبه حلوه، كل المخدات حطيناها مكانها ما شاء الله بقت زي الفل. هنبدا بقى نلم الفرش بتاعنا او الحصر بتاعتنا كده. طبعا هتقولي انت ما فرشتيش ليه السجاد، لان انا طبعا يا حبايبي كنا فرشينه ايام ما كنت تعبانه، وطبعا جت رحمه شالته وغسلته كويس وشالته وقالت يا ماما عشان خاطر مش هترجعي انت لما نروح المدرسه وكده، مش هتقدري ان انت تغسليه وهتتبهدلي وكده. فغسلته وشالته، فقلت خلاص بقى مش جايباه تاني وفرشاه دلوقتي. دلوقتي كمان خصوصا لسه الجو عندنا مش مبرد جامد، لسه الجو يعني ايه دافي كده، حتى بيجي بالليل بس كده يتحس ببرد شوية، لكن بالنهار بيبقى كويس خالص والشمس حلوة وتمام التمام. قليل كده ما تلاقي فيه يوم فيه هوا، بس الجو كويس يعني ايه، والحصر برضو كويسة. طبعا هما بيجوا بالليل مثلا يجيبوا زي الدفاية اللي انا كنت حطاها دي، يجيبوها بقى ايه يضغطوا بيها كده، يحطوها ويناموا على الركنة كده ويضغطوا بيها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، واليوم ده كان برضو فيه هوا شوية كده، نسمة هوا، عشان كده الحصيرة وقعت. زي ما انتم شايفين كده كانت امل موجودة بقى، كانت بتكتب في الواجب وعمالة تكتب وكده. عمالة اديها الكوباية نقول لها دخلي الكوباية دهيت جوه، رايحة جاية بيها في الصالة. ربنا يهديها يا رب، اللهم امين. هي راحت الحضانة طبعا، بتعمل لي حوار كده وهي صاحية من النوم الصبح، لكن هي ما شاء الله عليها شاطرة. هنا بقى حبايبي خلاص خلصت وشلت كل حاجة، هنبتدي بقى ونكنس من تحت الركنة كويس، علشان طبعا ايه هنمسح الارض، وبعدين هنبدأ ان احنا نخش بقى على المطبخ نعمل الاكل بتاعنا ونظبطه، لان احنا طبعا كان الكلام ده كان يعني ايه بعد الظهر كده مش بدري جامد. ف يعني ايه هنبدأ بقى ان احنا نظبط الدنيا كده ان شاء الله. طبعا اليوم اللي انا بنبقى صايمه فيه ما بنصحاش بدري ونقول طبعا انا هنصحى مثلا نعمل ايه وكده، لا انا نخلص مثلا لو عندي طير او حاجه نحط له، وبعد كده ممكن ننام لي شويه كمان بعد ايه ما نودي العيال المدرسه وكده. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، انا كده ابتديت نكنس. كانت امل بتقولي نفضي لي رجليها، نفضت لها رجليها اهوت، وطبعا نزلت برضو على الارض تاني، هي متعبه شويه.
هتلم بقى الكتب بتاعتها وتحطها على الارض وتقعد تكتب في الارض. نرجع تاني انا نشيل الكتب من على الارض ونحطها لها في الشنطه او في على الركنه، لغايه ما تخلص الواجب بتاعها. اول ما بتيجي من الحضانه بتقعد تكتب. هنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو. طبعا صلوا على الرسول، اكتبوا كومنتات جميل زيكم، حطوا لايكات، شاهدوا وشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا على اي منصة انتوا بتحبوها. وعملنا كمان حساب على كواي، يا ريت تخشوا معانا هناك بمطبخ شيف امل ويوميات الريف. يوميات بنت الريف ان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. كده بقى هنمسح الارض ونرجع لكم تاني بالاكله. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا نجهز الاكل بتاعي. هنجهز الاكل بتاعنا، وطبعا جينا نعمل البيتزا. رجعت تاني في كلامي قلت لا، انا هنعمل لهم النهارده اكله حلوه وبعد كده نبقى نعمل البيتزا تاني يوم او حاجه. تمام. كان عندي بط كده كنت منضفاه، طلعت هنا شويه من البصل، تبلتهم كده حبايبي، وحطيت معاهم شوية من الزيت وحمرتهم كده في الجريل بتاعي. وابتديت ننزل عليهم بشوية من الرز دوت، طبعا ناشف مش مغسول، هو نضيف متنجى كويس جدا مفيهوش اي حاجة. وابتديت طبعا نقلبه كده لغاية ما خد لون معايا. هنبدأ ننزل عليه برضو بمعلقة صغيرة من الثوم وشوية شوربة دجاج كده صغيرين، نص يعني نص المكعب الدجاج. هنا البصل مش محروق ولا حاجه، البصل بس احمر علشان هو بصل احمر. تمام. هتشوفوه دلوقتي معايا زي ما انتم شايفين كده اهو حبايبي. هنبدا بقى ان انا ناخد شويه ميه كده من الميه المغليه بتاعه البط ده، لان انا كنت مستعجله، كنت هنعمل البيتزا ورجعت تاني في كلامي. فطبعا تلاقيني كده مستعجله في الاكله دي، لكن ان شاء الله هتعجبكم وتنور رضاكم. قلت هنعمل بقى جنبها مكرونه، وهنعمل شويه الرز المحشيين في البطه دول ان شاء الله يكفوا يعني. وخلاص تمام التمام كده. طبعا هنا قلبتها تقليبه كده وهنسيبها تاخد نص طياب ونرجع تاني نوريكم. طبعا الملح، حطيت الملح، حطيت التوابل بتاعتي، شويه فلفل وشويه كمون وشويه توم باودر. تمام حبايبي. انا عندي توم باودر ما عنديش بصل. التوم الباودر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض القناه جميل جدا ما شاء الله. ان شاء الله في موسم الثوم هنعمله تاني، لان خلاص يعتبر خلص من عندي، بس طبعا جميل جدا. هنا بقى البطايه بتاعتنا حبايبي بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميله جدا وطبعا متفرغه كده. ابتديت ان انا غسلتها كويس وجبت بقى شويه من التتبيله بتاعتنا على شويه بصل، فلفل كمون. هنعمل المرته بتاعتنا. طبعا انتم متعودين ان انا بنحب نعمل المرته دي في البطه، بتخلي البطه طعمها جميل جدا. هنبدا بقى ان انا ندعكها كويس بعد ما حطينا عليها التوابل، وهنبدا ان انا نحشي بيها البطايه بتاعتي كويس من جوه ومن بره كده. يلا صلوا على الرسول واذكروا الله كتير علشان خاطر ربنا يكرمنا. وطبعا معلش انا طبعا قلت لكم في الاول ان انا هنعمل البيتزا، لكن طبعا دي قرارات بتبقى اولا من ولادي، هم اللي بيقرروا هم عايزين ياكلوا ايه، بيرجعوا تاني في كلامهم. وانا النهارده بقى قلت هنعمل البطايه ديت لان انا طبعا برضو صايمه، فقلت نعمل حاجه حلوه كده تفتح نفسي اكتر من البيتزا، وبرضو عشان انا صايمه طول النهار وكده. كده يا حبايبي اهوت ما شاء الله. هنبدأ بقى نحشي البطاية بتاعتنا بالرز. هنخلي شوية من المرتة كده علشان خاطر نحطها على الشوربة. وكمان قطعت بصل. بصوا الرز بتاعنا ما شاء الله عليه، شايفين شكله جميل ازاي. البصل شكله حلو خالص ومش مش محروق يا جماعة، بس هو لونه كده علشان خاطر البصل معانا لونه احمر. تمام. هنبدأ ننزل اهو، شايفين الرز ما شاء الله عليه مفيهوش اي مشكلة. هنبدأ بقى ان احنا نغفل البطة بتاعتنا دي بقطع البصل وبقطع الطماطم اللي معانا كده بالشكل ده اهو. هنبدأ نحط شرايح الطماطم دي علشان نقفل البطة شوية. وهنقفلها بقى نكتفها. كانت صعبة شوية التكتيف بتاعتها، لكن كتفتها برضو اهو بالشكل دهوت. وهنبدا بقى نحطها في الشوربه بتاعتنا على على صدرها. يعني احنا عارفين ومتعودين ان الصدر بيكون مليان اكتر باللحمه، فاكتر من الظهر يعني. وحطيت طبعا الهياكل بتاعتها بالشكل دهوت. هنشيل بس منها حاجات بسيطه اللي هو الكبده والجنصه بس، وهنشيل وهنحط بقى الثوم وشويه من البصل وكمان المرته اللي كانت معانا وخلاص كده. هنحط برضو عليها شويه من الصلصه. هنا معانا بقى شوية معلقتين كده من الصلصة الطماطم
لو انت عندك طماطم عايزه تقطعي طماطم كده صحيح قطعي، عايزه تحطي طماطم تضربيها في الخلاط مفيش مشكله. بس انا هنا كان عندي صلصه طماطم، حطيت معلقتين كده وحطيت شويه فلفل وشويه توم بودر، وهنبدا ننزل عليها كمان بالملح بالشكل ده حبايبي. انا بنحب نحط الملح في اول الطياب يعني، مش بنتاخر بيه ولا حاجه، وبخصوصا لما تكون الحاجه بتاعتي او الطيره بتاعتي صغيره. هنبدا نعمل بقى المكرونه. هنحط هنا معلقه صغيره من المكرونه اهو، من التوم اصلا المكرونه. لو انتي بتحبي صلصه المكرونه بالبصل مفيش مشكله برضو، هنحط كده. وهنعمل بقى ايه صلصه المكرونه دي نطيبها. هنحط عليها شويه من الملح بالشكل ده حبايبي، وكمان هنحط عليها شوية من الكمون وشوية من الثوم البودر والبصل البودر ومكعب الدجاج طبعا، رشة كده من بقية مكعب الدجاج اللي كان معانا. وهنبدأ ان احنا نجيب بقى المكرونة ونحطها ونسلقها ونقدمها لكم. طبعا المكرونة مش عايزة حكاية، لكن انا حبيت بس نوريكم التفاصيل. وهنا عملت بقى حبايبي الرز اهو ما شاء الله مفرفر وزي العسل، وحمرت البطايه بتاعتنا وحطيت جنبها الليمون. وطبعا المكرونه، طبعا المكرونه زي العسل، المكرونه ما شاء الله مفيش فيها حبايه في التانية. وهنا الشوربة بتاعتنا جميلة وريقة ما شاء الله عليها. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايبي. ولو الوصفة بتاعتنا النهاردة البسيطة المتواضعة دي عجبتكم، يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ومشاركة في القناة، وكمان تشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا. وما تنسوش كمان تشاركونا في كواي. بحبكم في الله.